هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم عن افضل المسلسلات او الكي درامات اللي هتنزل السنة دي اللي هو 2024 خلال شهر اكتوبر اللي هو شهر 10. تقريبا احنا معانا حوالي 5 مسلسلات او 6 مسلسلات، احداثهم كلها حلوة والقصص كمان حلوة قوي. في ممثلين بصراحة اعرفهم وفي ممثلين معرفهمش، لكن مش هنختلف ان قصص المسلسلات اللي انا هتكلم عنها النهاردة هي من افضل القصص اللي هتنزل خلال الشهر ده. مش هطول عليكم وخلونا نبدا على طول، بس قبل ما نبدا ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه. وعايزه اشكركم جدا 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 من كل قلبي بجد ان احنا وصلنا ل 500 مشترك. شكرا يا جماعه، عقبال الالف ان شاء الله. واول مسلسل هنبدا بيه في السلسله دي هو فاميلي باي تشويس او عائله بالاختيار، بطوله هوانج إن يوب محبوب الجماهير طبعا، والايدول والممثله جونج تشي يون، وباي هيون سونج. المسلسل هينزل يوم 9/10، كل 4 هتنزل منه حلقتين وهو من 16 حلقة. نوع المسلسل كوميدي وشبابي ورومانسي. قصة الكي دراما بتتكلم عن 3 أشخاص اللي هم ولدين وبنت، مش بتربطهم أي علاقة قرابة خالص، ولكن هم عايشوا مع بعض كعيلة طول فترة مراهقتهم، وهيتفصلوا في مرحلة معينة من العمر وهيرجعوا تاني من بعد 10 سنين هما يكملوا تاني علاقتهم دي مع بعض. كل واحد في الأشخاص دول هيبقى عنده ندوب أو هيبقى عنده مشاكل بسبب أهلهم. المقصود بقى ان المخرج يوضح لنا ان احنا ازاي هنشوف ترتيب حياتهم او حياتهم هتبقى عامله ازاي، ان هم يعتمدوا على بعض ويحموا بعض. والمخرج قال بالنص ان المسلسل هيبقى فيه علاقات حب وعلاقات صداقه. طيب، هي دي القصه اللي موجوده حاليا. تقريبا المسلسل هيبقى شبابي، يعني هيبقى فيه روح وهيبقى فيه خفه، فانا بحب قوي الانواع دي. وطبعا بعيدا عن اي حاجه، النيوب اصلا في المسلسل، فطبيعي طبيعي انا هتفرج عليه. بالنسبه للناس اللي كلنا، يعني مش بس للناس، احنا كلنا حرفيا حاطين ايدينا على قلبنا بسبب ان احنا خايفين ان النيوب يطلع طرف تالت. بس انا حاسه كده يا جماعه ان هو مش هيطلع طرف تالت. انا حاسه ان في امل في المسلسل ده، فربنا يستر بجد وما يطلعش طرف تالت عشان كلنا ما نزعلش. تاني مسلسل معانا اسمه جيونج نيون ذا ستار از بورن، او جيونج نيون ولادة النجمة. المسلسل ده من بطولة كيم تايري. المسلسل هينزل يوم 12/10 وهينزل كل سبت وحد من 12 حلقة، ونوعه تاريخي وموسيقي. قصة المسلسل ده اصلا كانت ويبتون بنفس الاسم بالظبط، والمخرج حب ان هو يحولها لكي دراما. المفروض ان قصة المسلسل بتبدأ سنة 1956، وهو الفترة دي كانت كوريا ساعتها بعد الحرب بتاعتها. كان في مدينة ساحلية في كوريا في الوقت ده كانت بتعيش فيها بنت فقيرة جدا، لا هي كملت تعليم ولا هي اصلا معاها فلوس ان هي تكمل تعليم. كل اللي هي نفسها فيه ان هي عايزة يبقى معاها فلوس وان هي تعيش حياة مرفهة. فالبنت دي عندها موهبة الغنى وصوتها حلو جدا. قررت انها عايزة تنضم لفرقة نسائية مسرحية سنة 1956 عشان تحقق حلمها وعشان تكون غنية. فالمسلسل بقى هيبين لنا ازاي البنت دي هتقدر تعمل كده في ظل كل الظروف اللي هتبقى حواليها معارضة او اللي هتخليها تخش في طرق كتير قوي صعبة ان هي تتحملها وتكمل في طريقها، وكمان ان هي عايزة تنجح الفرقة دي بأي طريقة. فده كان حلم البنت. انا مش من هواة المسلسلات التاريخية، يعني مش بحبها، مش بحب، بحس ان الاجواء مملة شوية، فممكن اتابعها وممكن لا، على حسب ما هنشوف بقى ساعتها. وقتها لما تنزل الكي دراما هل هيبقى في ناس يتكلموا عليها بالحلو، ساعتها ممكن فضولي يجيبني وان انا ادخل اتفرج عليها. الكي دراما اللي بعد كده اسمها هيل بوند، الموسم الثاني. طبعا الموسم الاول نزل قبل سنة من النهاردة، ولما عدى سنة المخرج قرر ان هو هينزل موسم تاني. الكي دراما هتنزل يوم 25/10، مش معروف هي كام حلقة لحد دلوقتي. من بطولة كيم هيون جو وكيم سونج شيول. قصة الفيلم هتستند على الموسم الأول وهتبقى تكملة ليه أعتقد، لأن هما كاتبين إنه بعض الأحداث مكملة للموسم الأول. فالمفروض ان القصة بتبدأ انه في كائنات غريبة استولت على الارض، والكائنات دي عايزة تمشي الارض بقانون معين يخصهم هما. فهيحصل بقى بين البشر وبين الكائنات دي حاجات كتير، والارض هتبوظ وهيحصل حاجات كتيرة قوي خارقة للطبيعة. المفروض هيبقى في فئة معينة، الفئة دي هتأثر بشكل كبير على البشر، فهيبقى في صراعات كتير قوي. تقريبا تصنيف المسلسل ده هو رعب شوية،
الكي دراما اللي بعد كده اسمها دونج جاي ذا جود اور ذا باسترد، هتنزل يوم 10 اكتوبر وهي من 10 حلقات. نوع الكي دراما إثارة وغموض ودرامي وقانوني. القصة بتحكي عن مدعي عام ولكن بماضي اسود، فبسبب ماضيه الاسود ده يشاء القدر ان هو هيمسك قضية قتل الطالبة في الثانوي، وهيبقى في صراع داخلي ما بين ان هو يوفي بواجبه المهني ولا بطموحه الشخصي. ابطال الكي دراما دي لي جون هيوك. الكي دراما اللي بعد كده اللي انا متحمسه ليها جدا 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 وهتعرفوا ليه دلوقتي، اسمها سبايس اب اور لاف. الكي دراما دي انا ليه متحمسه ليها عشان هي تعتبر، او انا سمعت يعني في ناس كتير قالت ان هي جزء تاني من مسلسل نو جين نو لاف. ازاي جزء تاني؟ هي هتبقى جزء تاني للبطلين الفرعيين اللي في المسلسل. بالراحه هتعرفوا ليه لما اقول لكم القصه. اولا الدراما دي هتنزل يوم 3/10. المفروض لو هننزل الفيديو ده فهي هتبقى نزلت تقريبا من 4 ايام، يعني هيبقى نزل منها حلقتين. تصنيف الكي دراما رومانسي وكوميدي وخيالي. ابطال الكي دراما دي لي سانجي هان جي هيون. واظن ان من بعد ما شفتوا اسم البطلين دول عرفتوا انا ليه قصدي ان هي جزء تاني من مسلسل نو جين نو لاف. المسلسل بتحكي عن ان البطلة كاتبة روايات مثيرة شوية او روايات للبالغين، ففي يوم من الايام هتصحى وهتلاقي نفسها ان هي عايشة قصة من قصص الروايات اللي هي بتكتبها دي مع البطل اللي هي دايما بتكتب عنه في القصة. حرفيا هي دي قصة الكي دراما. بس للناس اللي اتفرجوا على نو جين نو لاف، انتوا عارفين ان البطلين الفرعيين كان برضو هي كاتبة روايات وهي بتكتب عن بطل في قصتها، وهي دايما البطل ده هي كانت تعرفه من ثانوي تقريبا. بقى هم هيغيروا القصة، فدي كي دراما انا هتفرج عليها. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. عايزاكم بقى تقولولي انتوا متحمسين لانهي كي دراما بالظبط. تقريبا انا حاسه كده، حاسه ان الناس هتبقى متحمسه قوي للدراما بتاعت انيوب قوي قوي قوي، وانا كمان معاكم على فكره متحمسه برضو جدا ليها. وقبل ما ننهي الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير كومنت تحت لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي برضو لو انتوا حابين تشوفوا افضل المسلسلات الكوريه اللي هتنزل سنه 2025. وان شاء الله برضو شهر 11 هعمل لكم نفس السلسله دي عن افضل المسلسلات اللي هتنزل فيه. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وعلى التيك توك، واشوفكم في فيديو جديد. باي.